السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش تصلوا على النبي وتحطوا لايك للفيديو ده وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بإذن الله احنا في الفيديو ده هنعرف ازاي تعرف الأم الحامل، وكمان هنعرف الاحتياجات الغذائية للأرانب من العلف، وايه احسن نوع علف تستخدمه للأرانب السريع في زيادة الوزن. هيجيب معاك اوزان حلوة جدا مش زي الاوزان اللي بنسمعها. كان في واحدة من احد المتابعين بتقولي ان الارانب عندها 3 شهور ووزنها 600 جرام. طبعا الوزن ده خفيف جدا جدا جدا. احنا عندنا الارانب بتبقى 3 شهور بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه النبي. يا جماعه بتبقى 3 كيلو ونص وداخله على 4 بسم الله ما شاء الله. عشان يا جماعه ما بنستخدملهاش ادويه ولا كل الكلام ده، ولا بنروح عند دكتور بيطري ولا كل الكلام ده. احنا بنعالج بالاعشاب، وكمان تستخدم نوع علف كويس وتحافظ على صحة الأرانب، تحطها في مكان كويس ونضيف ومش هتحتاج لأي أدوية بيطرية. وملحوظة، طول ما انت بتتفرج عليا هتوفر فلوس الأدوية ومجهودك في العلاج. أول حاجة بقى يا جماعة هنعرفها في الفيديو النهاردة ازاي تعرف الأم الحامل. طبعا أول 3 أسابيع مش بيبان على الأم خالص إذا كانت حامل ولا لأ، لكن بعد كده بقى بيبدأ يظهر ان هي بتبقى نايمة على طول ووزنها بيزيد، وتتلاقي بطنها كده كبيرة، تتلاقيها نايمة على طول وبطنها كبيرة ووزنها بدأ يزيد. ويا جماعة بتنام على طول كده، ما تتلاقيهاش قايمة غير تاكل وتشرب وترجع تنام تاني. وفي اخر اسبوع كده يا جماعة تتلاقيها قاعدة تحول شنط وقش وحاجات كده تمسكها في بقها. وفي اخر يوم خالص بتلاقوها بدأت تفرش بيتها بنفسها لو هي ارنبة كويسة. زي ما انتوا شايفين دي كده الارنبة اللي عندي حامل وباين عليها، لكن التانية عشر بس لسه يا جماعة مش باين عليها لان هي لسه في الاول. لكن دي اللي باين عليها لان تقريبا لسه لها اسبوع وتولد. طبعا ممكن تمسك الارنبه منها كده وبصابع ايدك او بكف الايد وتحسس على بطن الارنبه بلطف خالص يا جماعه، تحسس عليها بشويش خالص وتشوف بقى اذا كانت حامل ولا لا. لو حامل بتتلاقى كده، بتحس انت بالابناء وانت بتحسس على الارنبه كده، بتحس على بطن الارنبه، بتحس اذا كانت حامل ولا لا. وكمان كفايه وزنها يحدد لك هي حامل ولا لا. وزنها بيزيد يا جماعه، بيزيد عن الاول، وكمان بطنها بتبقى باين عليها خالص ان الارنبه دي حامل. تعالوا بقى بينا نشوف ايه احسن علف تجيبه. علف ارانب بصار. طبعا العلف ده اللي انا ماشيه عليه بجد يا جماعه علف ممتاز جدا، ومش بحتاج معاه اي املاح ولا اي فيتامينات، لان اوريدي زي ما انتم شايفين كده المكونات داخل فيها اعشاب طبيعيه وداخل فيها املاح وفيتامينات. ما انتش محتاج تحط للارانب املاح ولا فيتامينات بعد العلف ده، لان كمان في بروتين خام لا يقل عن 18%، وطاقه مهضومة، ودهن خام لا يقل عن 2.7%، والياف خام يا جماعة الفوسفور. وطبعا زي ما انتم شايفين كده في المكونات فيها اعشاب طبيعية واملاح وفيتامينات وكل الحاجة اللي الارانب بتحتاجها. وكمان يا جماعة تعالوا بينا نعرف بقى ايه الاحتياجات الغذائية للأرنب من العلف. طبعا زي ما انتم شايفين كده بيبقى مكتوب في الورقة الأرنب بيحتاج قد ايه بالظبط. طبعا معانا الأم الفارغة أو الذكر 150 جرام، أم عشر بس بتبقى 200 جرام، أم بعد الولادة 300 جرام، أم بعد الولادة ب15 يوم عشر أو فارغة 300 جرام زائد 25 جرام لكل أرنب صغير، أم بعد الولادة ب30 يوم أو فارغة 300 جرام للأم زائد 50 جرام للأرنب الصغير. يعني الأرنب هو عنده 15 يوم بياكل 25 جرام من العلف فبنزودهم مع الأم، لكن هو عنده 30 يوم قبل الفطام ب5 أيام بنزود له بياكل 50 جرام من العلف. طبعا أرانب تسمين الأسبوع يعني أول أسبوع بعد الفطام من 300 جرام ل 500 جرام. أرانب تسمين الأسبوع الثاني من 500 جرام ل 800 جرام. أرانب تسمين الأسبوع الثالث من 800 جرام ل 120 جرام. أرانب تسمين الأسبوع الرابع حتى عمر البيع من 120 جرام ل 150 جرام. طبعا العلف ده يا جماعة فيه كل حاجة، وطبعا الورقة اللي بتيجي مع العلف ده فيها البرنامج الوقائي ازاي تحمي الأرانب، وازاي يعني مثلا لو اجى الأرانب أي حاجة ازاي تحميها، وازاي تطهر المكان
وطبعا الحاجات اللي فيها الاكل او فيها الميه لازم تتغسل كل اسبوع، والمكان بيتكنس كل يوم. طبعا بنطهره بديتول، بنمسحه بديتول كل اسبوع يا جماعه. يعني الحاجات اللي عندنا اللي الارانب بتستخدمها، سواء بيت الولاده، الحاجه اللي بنحط فيها الميه، الحاجه اللي بنحط فيها الاكل، المكان، كل ده يا جماعه بيتمسح بميه وديتول بعد كل اسبوع. ويتم تقديم يا جماعة الوجبات الغذائية دي على وجبات لا تقل الفترة بينهم من 4 ساعات في الصيف ومرة واحدة في المساء. يعني ما بنحطش الكمية بتاعتهم كده مرة واحدة، لان لو تربية ارضية ما فيش عندك اكالة زي كده في غطا فبيكبوها. الارانب بتكب العلف دي وبتقعد تنكش فيها وبتعمل بيبي فيها. طبعا الحاجات دي مش عايزينها خالص، فبنقسمهم مثلا على، يعني شوف بقى انت بتروح لهم كم مرة في اليوم، يعني مثلا 3 مرات 4 مرات، تقسم الكمية على 4 مرات تحط لهم في اليوم. وطبعا اهم حاجة للارانب عشان مشروع يبقى ناجح، تهتم بالارانب. وطبعا مفيش حاجه اسمها لو انت اهتميت بالارانب وعملت لها كل حاجه، جبت لها نوع علف كويس ومشيت معاها خطوه بخطوه، الارانب ما هيحصلكش معاها اي حاجه ولا هتخسر فلوسك ولا كل الكلام ده. بالعكس مشروعك هيبقى ناجح جدا وهتكسب من وراه فلوس كتير. بس انت امشي مع الارانب خطوه بخطوه، لان الارانب حساسه جدا وبيجيلها المرض من اي حاجه. فانت تهتم بالارانب زي الطفل الصغير بالظبط. مش لما بتجيب كده طفل صغير لازم تهتم بيه، الارانب دي زي الاطفال بالظبط يا جماعه. لازم نهتم بالارانب علشان ما تعياش ولا يجيلها مرض ولا اي حاجه. طبعا زي ما انتم شايفين اليوم الثالث للصغار دول وهما بياكلوا العلف، بخرجوا من البيت بقى يا جماعه. عندهم دلوقتي 18 يوم، بيخرجوا من البيت وهما عمرهم 15 يوم. وبعد كده يا جماعه بعد هنقعدهم 20 يوم ياكلوا العلف، زائد ان هما يرضعوا من الام. وبعد كده ب20 يوم لما يكون عمرهم 35 يوم بنبدأ نفطمهم، علشان الام مع لو عشر هيبقى لسه 5 ايام 7 ايام وتولد. يعني شوف انت معشر الام امتى. لازم نفطم الارانب وهي عمرها 35 يوم، ولازم تكون مأسس الارانب قبل ما تتفطم. لازم نكون مأسسين الارانب كويس جدا. زي ما شفت النهارده شفنا ازاي تعرف الام الحامل واحتياجات الارانب من العلف، وكمان ايه اكتر نوع علف مناسب. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واتمنى ان انا بكون بفيدكم في تربيه الارانب، وان شاء الله هقدم لكم فيديوهات اكتر واكتر ومعلومات اكتر واكتر عن تربيه الارانب. وباذن الله طول ما انت ماشي معايا خطوه بخطوه تربيه الارانب بتاعتك هتبقى ناجحه ومش هتتشكى من اي مرض عند الارانب. كمان طالما انت ماشي معايا حط في بطنك بطيخه صيفي ومشروع الارانب بتاعك هيبقى ناجح جدا. مع السلامه، انتظرونا في